everyone, this is Nurhan Suwilki, the English Gamer once again. والنهارده جايه لكم فيديو جديد مختلف عن اختبار الايلتس وخاصة جزء الايلتس سبيكينج. في اختبار الايلتس وخاصة في الايلتس سبيكينج بعض الناس بيكون فعلا مستواهم كويس في الانجليش، ولكن عندهم مشكلة في الافكار. يعني لو انا اتسالت عن حاجه معينه باخد وقت كتير قوي لحد ما اجمع فكره وابتدي ان انا اتكلم، فبالتالي بيقلوا في جزء الفلونسي والكوهيرنس وبيجيبوا فيه بند قليل. طيب عشان اتغلب على الموضوع ده المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انت تتوقع الاسئله المختلفه والغريبه والعجيبه اللي ممكن تتسالها في الايلتس، فمش لازم تكون متفاجئ ابدا، ولكن جهز نفسك من قبلها. ازاي؟ هقول لك بعض الافكار اللي انت ممكن تجهز نفسك ليها. ممكن في اختبار الايلتس سبيكينج تلاقي سؤال مثلا بيقول لك ايه قطعه الاثاث المفضله بالنسبه لك؟ ايه قطعه الملابس المفضله بالنسبه لك؟ ايه اكتر جهاز الكتروني جادجت بتحب ان انت تستخدمه؟ ايه كتابك المفضل؟ ايه فيلمك المفضل؟ ايه المشروب المفضل؟ ايه الاكله المفضله؟ مين صديقك المفضل؟ مين الرول موديل بتاعك؟ ايه اكتر لحظه كنت حزين فيها؟ وايه اكتر لحظه كنت سعيد فيها؟ وهكذا. فبالتالي لو انت جهزت نفسك الافكار المختلفه وقعدت تجمع افكار عن نفسك او عن صحابك او عن عيلتك، هتبقى مستعد بدل ما تروح الامتحان وتتفاجئ تقول ايه ده، يعني ايه البيس اوف فرنتشر المفضله انا مش عارف. لا، جهز نفسك بحاجات مختلفه عشان لما تتسال يبقى عندك فكره تقدر تجاوب عنها.